يعني تحس البشر يا جماعة عايزين يقولوا له إيه، الله وانا مالي يا لمبي. صاد ي ألف ح، الصياح زي ما الديك بيصيح كده يا اخوانا. كلنا يا جماعة بنبص لأحسن مننا، كلنا بنبص لأبو صلاح بعد ما نجح ونقول نفسنا بقى زي محمد صلاح. حد كان بيبص له هو في مقاولين؟ fair your lives have been. Well, it may have escaped your notice, but life isn't fair. صباح الفل أو مساء الفل عليكم وحسب الوقت اللي حضراتكم بتسمعوني فيه، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مسرح الأساطير والأفلام. النهاردة هنتكلم عن أسطورة، وزي ما انتم ممكن تكونوا شفتوا من الاسم لو أنا كاتبه الحلقة دي عن أسطورة بروميثيوس الملقب بسارق النار. بروميثيوس ده يا اخوانا كان واحد من الجبابرة اللي كانوا بيتسموا بالإنجليش تايتنز، والتايتنز دول يا سيدي كانوا قبل الآلهة المعروفين زي زوس وهكذا. بروميثيوس وأخوه إبيميسيوس كانوا في صف زوس وإخواته، وده بسبب إن بروميثيوس كان عنده بعد نظر وبيقدر يتنبأ بالأمور، وكان مشهور بإنه ذكي ومخادع. فطبعا قدر يتنبأ إن زوس وإخواته هما اللي يكسبوا على التايتنز، فخد صفهم بسهولة جدا يعني. ونتيجة لده زوس سابهم كآلهة ووكل ليهم مهمة خلق البشر والحيوانات، وبروميثيوس بالتحديد هو اللي كان بيشكل البشر من الطين وكان إله النار. في يوم من الأيام بقى إيه، بروميثيوس قرر إنه يسرق النار من الآلهة ويديها للبشر اللي كانوا بيعيشوا في برد شديد وظلام شديد. لا وكمان علم البشر إزاي يستخدموها للطبخ وأعمال الحديد وفنون كتيرة من خلال النار. ولكن الموضوع معداش مرور الكرام مع زوس، لأن زوس غضب بشدة من بروميثيوس لأنه كان عايز يحتفظ بهبة النار دي للآلهة فقط. فقرر انه هيعاقب بروميثيوس والبشر لعدم طاعتهم. يعني تحس البشر يا جماعه عايزين يقولوا له ايه، الله وانا مالي يا لمبي. يا راجل جاب لنا حاجه تتعاقبنا عليه يعني. المهم الحاج، وانا احب اقول عليه الحاج قوي، الحاج زوس ابتكر خطه عشان ينتقم منهم. زوس امر ابنه هيفيستيوس اله الحرف انه يخلق سيده جميله من الطين ويحييها، وسماها باندورا، ودي هنتكلم عليها في حلقه لوحدها عشان هي اسطوره لوحدها. والاسم ده يا جماعه معناه المليئه بالهبات، عشان كل إله إداها هدية أو هبة. مهم زوس بعت بندورا لإبيميسيوس أخو بريميسيوس اللي كان عايش وسط البشر، وقبل الهدية واتجوزها برغم تحذيرات بروميسيوس إنه ما يقبلش هدايا من زوس، وكلنا عارفين كده مش بروميسيوس بس ما يقبلش هدايا من زوس. بندورا كان معها صندوق مليان بكل الشرور زي الأمراض والحروب والفقر والمعاناة، وما كانتش تعرف اللي جواه. وفي يوم فتحته بدافع الفضول وأطلقت كل الشرور للعالم. اللي بقى في الصندوق كان الأمل، كنوع من المواساة للبشرية. أما عقاب بروميثيوس فكان أشد بكتير. زوس قيده في صخرة على جبل القوقاز، وهناك كان في نسر كل شغلته إنه يجي كل يوم ياكل كبد بروميثيوس، وعلى مدار الليل بينمو تاني، وبروميثيوس أصبح في عذاب سرمدي. ولكن بعد سنين هركليز ابن زوس أنقذ بروميثيوس بعد ما قتل النسر وحطم قيود بروميثيوس. زوس عداها وسمح بكده بس بشرط واحد، بروميثيوس لازم يلبس خاتم عليه قطعة من الحجر اللي هو كان مقيد فيه عشان يفتكر مصيره لو حاول بس يزعل زوس أو يخالف أوامره. بروميثيوس كان بالنسبة للبشر منقذهم والشخص اللي اداهم هبات كتيرة، وكان رمز للتمرد والذكاء والتطور من قبل فلاسفة كتير وكتاب كتير. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم، أول نقطة حابب أتكلم فيها النهاردة هي إن الحياة مش عادلة. It may have escaped your notice, but life isn't fair. بروميثيوس عمل حاجة كويسة، ولكن على العكس الطبيعي بروميثيوس اتعاقب على فعلته. مش دايما يا جماعة لما بنعمل خير هنلاقي خير أو هتلاقي تقدير من الناس، وتقبلنا ده هيساعدنا إننا نتقبل حاجات تانية كتير في حياتنا. أوقات كتيرة بنكون أشخاص كويسين وفي حالنا، ولكن الحياة بترمي علينا ناس زبالة وحاجات زي الزفت. الفكرة بقى إنك تتقبل الحقيقة دي، إن الحياة صعبة ومملة وسخيفة، ودورك أنت إنك تلاقي انبساطك أو تخلق لنفسك بيئة كويسة. ناس كتير مننا يا جماعة ملقوش حد يطبطب عليهم ولا نشأوا في بيئة كويسة، ولكن هم فكروا إن هم عايزين يكونوا في مكان معين فبدأوا يشتغلوا عليه. نفس الكلام بروميثيوس قرر يتمرد على حياته في مقابل إنه هينفع البشرية. وده بقى ياخدنا تاني نقطة، بروميثيوس سرق نار وهو عارف العواقب، وتحمل مسؤولية فعلته في هيئة عذابه. ودي نقطة أنا شايف إن كتير مننا مش قادر يعملها.
طالما عملت فعل تتحمل تبعاته وعواقبه. في ناس كده بتعمل قرارات ولكن مش بتقدر تتحمل مسؤولية فعلها. وخليني أقول على مثال صغير قوي. لما تخرج خروجة حلوة وتصرف لك في الخروجة الواحدة دي 5% من مرتبك، يبقى تتحمل مسؤولية إنك ممكن تقعد كام يوم من الشهر بزنوق. والمشكلة مش في المرتب القليل، المشكلة في عدم تحمل مسؤولية قراراتنا. طبعا ممكن يكون المرتب قليل أو أنت في مكان مش عاجبك أو هكذا، ولكن هنا بقى اللي تيجي الفكرة، أنت قررت تعمل حاجة هتبسطك أو هتعود عليك بشكل ما، فلازم تشيل مسؤولية قرارك ده. أنت كنت عارف إن أنت هتصرف المبلغ ده عشان نفسك في النزولة دي، وعارف إن ده يعتبر 5% أو 6% أو تفر الرقم من مرتبك، فطبيعي إنه هيأثر عليك بقية الشهر. فهنا بقى يجي دورك ان انت تكون شخص مختلف او تكون شخص مسؤول، ان انت تفكر انا عملت كده بس انا مش هعترض، مش هقعد اقول ده الحياه وحشه، مش هقعد اقول كده، لا انا للاسف عايز انزل العيشه دي او عايز اقعد في النزوله دي كانت هتفرق لي، فانا هتحمل انا مثلا في يومين ثلاثه او اسبوع غيره مش هنزل فيه. هنا ده مثلا كمثال بسيط ان انا اقدر اتحمل المسؤوليه. نفس الكلام مع بروميسس، هو الراجل كان عارف ان الزوز مش هعديها له وانت بتاخد حاجه من ورايا او تاخد حاجه انا ما اذنتلكش بيها، ولكن هو تقبل ده عشان كان شايف ان اللي عمله ده اهم بكتير. فهي الفكره في كده، انت لو تحملت مسؤوليه فعلتك او الحاجه اللي بتعملها هتحس ان انت الحاجه اللي بتعملها دي ليها ليها اهميه وليها حاجه مهمه. مش هتكون متضايق، او عادي ممكن تكون متضايق بس ستيل انت خدت مسؤوليه فعلتك. فهنا انت نقلت الموقف من ان انت عمال تشتكي وخلاص، لا انا عملت حاجه وعارف عواقبها، فده طبيعي وده نضج كفايه قوي يا جماعه. تالت نقطة بقى عايز أتكلم فيها، وأنا عارف أقول الحلقة دي غريبة مش زي الحلقات اللي قبل كده. تالت نقطة يا جماعة هي الصياح. أيوة، صاد ي ألف ح، الصياح زي ما الديك بيصيح كده يا إخوانا. أنا آسف والله بس مفيش مسمى أحلى من كده، إنك تقعد تشتكي من حياتك وإزاي هي مش حلوة أو إزاي أنت مش في المكان اللي أنت عايزه. ده مش هيغير حياتك، هتفضل في اللي أنت فيه وهتبقى قاعد في حتة مش حلوة أو قاعد في مكان مش عاجبك ومش مبسوط بحياتك. عارف لو تكون مضروب ومعكش فلوس مثلا، بل بالعكس ده هيصدر صورة للناس عنك انك شخص ضعيف ومحتاج اللي يشيلك. وعن تجربة يا جماعة الناس كلها واحنا اولهم بنحب الشخص القوي، مش جسديا ولكن عقليا. عايزين حد يكون نبص له نقول انا عايز ابقى زي ده، مش عايز حد يقول لي يا خساره انا مش عايز ابقى زي ده ان هو وحش يعني. محدش هيبقى عايز يقعد مع حد هو شايفه لا ياي انا او يا عيني انا مش عايز اقعد مع الشخص اللي زي ده. فهنا بقى تيجي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها، هي إن رؤيتك للأمور وهل آرائك دي مبنية على فكر وعلم ولا بتتكلم وخلاص. وهنا بقى في الحلقة دي أحب أشكر أخويا الكبير الدكتور علاء الدش، هو دكتور نفساني، قال لي الجملة دي من زمان وكان دايما يقولها لي: وريهم أنت إيه مش بتعاني من إيه. وريهم أنت إيه مش بتعاني من إيه. اسمعها تاني كده: وريهم أنت مين، إكس أو واي أو زد، عمر محمد زيد عبيد سلمى فرح واتيفر. أنتوا مين أو أنا مين. مش انا بشتكي من ايه وايه المشاكل عندي في حياتي، كلنا عندنا مشاكل، كلنا بنصيح سوري، ولكن مين اللي بيبقى كول او بلاش كول، مين اللي بيستاند اوت، مين اللي بيبان في وسط الناس، اللي تلاقيه موقف معين، اللي تلاقيه بيعمل حاجه معينه، اللي بيقول لك الحمد لله حتى لو مثلا بيقولها فيك. ايه اللي هيبين؟ اللي هيبين انت مين. لما توري الناس انت ايه هتحس بقى فعلا بقيمتك، هتبين معدنك الحقيقي. ولكن في ناس كتير بتشتكي. عملنا ايه؟ مش شكوى، هو مش يعني ان العالم مش محتاج حد تاني يشتكي. ومش معنى كده ان انا بقول لك ان اهميتك الحقيقيه في الحياه الناس تشوفك كول او الناس تشوفك روش او الناس تشوفك جامد، لا، ولكن صورتك قدام الناس دي حاجه مهمه. وكونك قادر تتحمل المسؤوليه دي حاجه وميزه مش موجوده في ناس كتير دلوقتي. وخلينا نتكلم بصراحه، يعني كلنا محدش غريب مع بعض ومحدش فينا شايف التاني، محدش فينا بيحب حد يشده لتحت. كلنا يا جماعه بنبص لاحسن مننا، كلنا بنبص لابو صلاح بعد ما ننجح ونقول نفسنا نبقى زي محمد صلاح. حد كان بيبص له هو في مقاولين نادر قوي الا لو ناس محترمه ولا الشاب ده ممكن يجي منه. لا، كلنا بنبص للي احسن مننا وعايزين نبقى زيه، ده طبيعي، دي خلقه ربنا فينا. فده اللي عايز اقوله، انت ممكن تكون شخص زي الفل وجميل ومليان صفات وتروح شغلانه مثلا انت مؤهل ليها جدا، ولكن طريقه عرضك لنفسك وطريقه اظهارك لنفسك تخليك تترفض او تخليك ما تتقبلش اساسا. فده اللي بحاول اوصله وبحاول اقوله يعني. ده نفس الكلام في الاسطوره اللي معانا في بروميسيس، هو عمل كده عشان هو ده بروميسيس. سواء محب للبشر أو عايز يخدع الآلهة، هو عمل فعلته لأسبابه الشخصية وما عادش يصيح، أو ممكن يعني ما أعرفش، ما حدش شافه وهو بيتعذب. المهم يعني يا جماعة إن إحنا نشوف حياتنا، عشان الناس عمالة تصيح كتير. الناس يا جماعة عمالة تمشي من حوالينا سواء بيموتوا أو بيسيبونا ويمشوا. الناس بتمشي وإحنا بنفضل في مكاننا قاعدين بنصيح على مشاكل مع احترامي لبعض الناس بسيطة،
زي ما احنا شفنا الفترة اللي فاتت، في ناس غيرنا بتموت، في ناس غيرنا مش لاقيين ياكلوا، واحنا مثلا انا ممكن انا اقولك بشتكي ان انا مش عارف اسجل الحلقة عشان الدنيا دوشة حواليا، وفي مشاكل تانية بسبب حاجة سهلة يعني ما اقدرش اقول حاجات شخصية، ولكن يعني في مشاكل تانية اصعب من اللي احنا بنمر بيها. مش بقول لك برضه ان انت ما تشتكيش او ما تحسش بمشاكلك، لا تمام، بس اتليست افتكر ان في اسوأ منك، وافتكروا ان حياتنا هتتغير بجد لما نبدأ نعمل افعال بجد ونبطل كلام. عايز افاجئكم بقى النهارده ان انا عامل نقطة رابعة، عشان كده كروت في الاتنين الاولانيين. رابع نقطة معانا النهارده، هل انت عامل الفعل ده عشان رد الفعل ولا عشان انت عايز تعمله وهتكون راضي عن نفسك؟ ده سؤال بقى محتاجين تفكروا فيه قبل ما تسمعوني اساسا. السؤال ده مهم جدا يا جماعة، حياتنا بقى فيها حاجات كتير بتتعمل عشان بس نرضي ناس تانية ونعيش على ردود فعلهم. وده قلته قبل كده في حلقة فايت كلاب، لو ما سمعتوش روحوا اسمعوها، لما قال لك احنا بنشتري حاجات عشان نبسط ناس هم اصلا بيحبوناش. حياتنا في الحياة العملية دلوقتي او بيسموها مودرن لايف، في الحياة العصرية دلوقتي بقى فيها حاجات كتير بتتعمل عشان بس نرضي ناس تانية ونعيش على ردود فعلهم او الرياكتات بتاعتهم زي السوشيال ميديا يعني. وده وجهة نظري بيخليك في عذاب أسوأ بكتير من عذاب بروميسيوس وسيزيف وكلهم. على الأقل يا سيدي هم كانوا عارفين بتعذبوا ليه وعملوا أفعال الناس اتكلمت عليها، ولكن يكون أي حد فينا حياته متوقفة على رد فعل حد تاني، ده أسوأ نوع من أنواع العذاب. ما تعملش الفعل عشان حد يرضى عنك، عشان مهما عملت هيجي وقت ويزهق منك وتبقى أنت ضيعت حياتك على الفاضي. في كوبليه لعبد الحليم حافظ بيقول إيه؟ وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان. ودي من حاجات مهمة أوي، أنت بعد العمر ده كله ممكن تحس أنت عشت حياتك على الفاضي وضيعتها على ناس ما تستاهلش، تحس إنك مش راضي عن نفسك أو عن حاجات كتير في حياتك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أنا عارف أنا طولت شوية بس هحاول أمنتج على قد ما أقدر. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم كالعادة، ونتقابل في الحلقة الجاية مع مسرح الأسطوري والأفلام. كالعادة أنا كنت معاكم عمر الدش، سلام.